ناخد بقى النهاردة اشكال الحروف الساكنة. الحرف الساكن في اللغة الكورية له اكتر من شكل وله اكتر من طريقة، لان في ناس عملت كومنت او في حد عمل كومنت على فيديو عندي على حرف الص او الش ش اللي هو لا الشكل ده مش صح، الشكل ده هو الصح. لا، الحرف الساكن له اكتر من الشكل ده، غير زاوية الكاميرا عندي بجيبها من الجنب. اوكي، فممكن هو يكون شاف الشكل مثلا مميل شوية جاي من الجنب، فهو ما خدش باله او قايل عليه اللي هو لا مش صح او هو ده الصح. لا، هو الحرف الساكن له اكتر من شكل، زي مثلا ج ج ج ج ج ج ك ك جيم او كاف. ممكن اعمله كده، ممكن اعمله كده، ممكن اعمله كده 7 ميلة. ج ج ج جيم ممكن اعمله كده صح وكده صح وكده صح، مع ان دي اكتر شكل بيستخدم. في ناس بيقولك لا الشكل ده هو اللي بيستخدم، هو الشائع، فهو ده الشكل الصح. لا، هو كل اشكال حرف الساكن صح. س س س ش ش ش ده الشكل اللي انا عملته في الفيديو والكاميرا كانت جاية من الجنب. الشكل ده صح والشكل ده صح والشكل ده صح. خلاص، يبقى الحرف الساكن له اكتر من شكل وكلهم صح. فما فيش شكل من اشكال الحروف الساكنة غلط، لا كلهم صح. انا ممكن اكتب ج كده، ممكن اكتبها كده، ممكن اكتبها كده، كلهم صح.